هنسافر رحلة لتسعينات القرن الماضي لما منتخب مصر سافر جنوب أفريقيا عشان يلعب بطولة أفريقيا سنة 96، واللي كان مولود ساعتها أو حضر يعني الأيام دي ياريت يقولي في الكومنتات. صعبة وامكانية وجول مسار كورة صدت جول صلاح وهوبا الله يا بلاد الله. منتخبنا يبحث في رحلته عن البطولة رقم 4، وهو ونصيبه بقى هنشوف هيعمل ايه. الفريق اللي كان بيمثل مصر ساعتها كان جزء منه من بقايا جيل المونديال 90، زي هاني رمزي واسماعيل يوسف واحمد الكاس ومجدي طلبة، وكان فيه لعيبة من الجيل الجديد زي نادر السيد وسمير كمونة وياسر رضوان وهادي خشبة وعلي ماهر ومدحت عبد الهادي وعبد الستار صبري وحازم امام، والمدرب كان رود كرول الهولندي. واللعيبة دي كان عندهم امل يعوضوا فشل ال10 سنين اللي فاتت من سنة 86 لما خدنا البطولة على أرضنا. بدأنا أول مباراة المجموعة قصاد أنجولا، ثقة وسيطرة كبيرة من مصر، والبداية القوية هي أساس أي بطولة. وفي نص ساعة بس تقريبا كنا كسبانين 2-0، والجونين من أحمد الكاس وصناعة ياسر رضوان، بس مرة عرضية عالية ومرة عرضية أرضية. فاضي يا ولد وديها ياسر رضوان وماشي ياسر رضوان وماشي ياسر رضوان وكرة بالعرض هوبا جول احمد الكاس يا ولد يا ياسر رضوان يا ولد يا ياسر رضوان ماشي ياسر وماشي ياسر وهوبا والتاني اهو احمد الكاس نفس الجول ياسر رضوان واحمد الكاس عدى من 1 و2 و3 وهادي سديته وعلي بيلعب كوره بالعرض حلوه وطلع من الجول طلع وتضرب وماشي حازم وشوطه حلوه يا ولد ويطلع على طول في مصر وتصد الكوره تاني وقنبله بره وماشي علي وشوطه جامده وبيلعب كوره بالعرض خطره وبالهيد ويا ولد يا وماشي حازم وبيلعبها لعلي ماهر وبيعمل منتو وحازم امام هوبا وتعدي وترجع ورا تاني ولسه خطره ماشي حازم وبيلعبها لاحمد الكاس ويلا احمد وهوبا برجله ولسه تاني وبره. ومن كتر ما احنا عاملين ماتش عليهم ومقطعينهم، مدافع انجولا شاط كرة على الجون بتاعه من كتر اليأس. كاس يلا احمد وبره وجت بياكيا ينتهي الشوط الاول. في الشوط الثاني الضغط بيزيد علينا وبتظهر بعض المشاكل الدفاعية، بس اكتر حاجة لفتت نظري ان الولد اللي اسمه حازم امام ده عامل قلق في دفاع انجولا. وماشي حازم وهوبا طريقة تانية يا راجل وماشي حازم وشوطة وفي ايد الجول. المهم يعني استمر الماتش على كده لحد ما انجولا سجلت هدف يتيم تحفظ بيه كرامتها قبل نهاية المباراة، وتخلص المباراة 2-1 ومصر بتحقق اول 3 نقط. المباراة التانية قدام الكاميرون. كاميرون يعني ماتش صعب وتقيل، بس اللي يطمنا شوية ان الكاميرون ساعتها كانت لسه بتحاول تبني منتخب قوي بعد الجيل الذهبي في المونديال التاريخي، يعني غالبا الكاميرون مش هتبقى بنفس القوة اللي احنا متخيلينها. المهم بدأنا المباراة وكنا احسن منهم واخطر منهم وبنلعب بيهم كمان، والمرة دي اللي عامل قلق الولد اللي اسمه عبد الستار صبري مع الولد حازم امام. برضه الحق يتقال كل لاعبتنا كانوا عاملين قلق وناقصنا بس نسجل. وشوطه جامده ويرفع كره عاليه ونادر السيد ومرزوق دكات وهوبا جول يا عصام يا وهاني رمزي معاه وبره ماشي احمد ويلعبها لعلي ماهر لاحمد الكاس هوبا مش ممكن عمل صعب قوي وعملها حلو قوي احمد الكاس. شوف اتعمل كونتو زي ما ويلعبها لاحمد الكاس هوبا احمد فوزي يا وبيلعبها حلوه مش اوفسايد في الاخر بعد كل الفرص دي نديهم ضربة جزاء هدية. فوزي جمال ادى الواد بالنص جوه ال18 والبيلن الكاميرون سجلوها. طبعا الهدف ده اداهم ثقة علينا، بس على مين؟ رجعنا تاني بقوة وسجلنا هدف بس اتلغى. انا مش فاهم هو اتلغى ليه بصراحة. طب هو زمان كان الاوفسايد غير دلوقتي ولا ايه؟ يا قارة افريقيا ايه الضحك ده؟ ضيعنا فرص كتير في الشوط الاول وكان حرام يخلص واحنا خسرانين. وماشي علي وبيلعب كرة بالعرض حلوة وهوب الكرة وتتلم عفر الحكم الدولي ليم كيشونج. لكن في الشوط الثاني من اوله كده بنسجل التعادل
وشوطه حلوه يا راجل، هوبا جول 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 علي ماهر، جوه جول. علي ماهر خد الكرة من الحارس بالعافية وحطها في الجون. الغريب بقى ان الجون ده اللي متلغاش واتحسب عادي. يا لهوي يا جدعان، دي مش كورة، دي مزيكا. بنسجل التاني بقى ويقوم الحكم لغيه برضو. انا مش عارف الحكام بيحسبوا ويلغوا اجوان غريبة قوي، واحنا فجأة نعمل خطأ دفاعي غريب والكاميرون يروحوا علينا بانفراد ويسجلوا التاني بسهولة. بس احنا كده كده احسن وممكن نعوض، ونوصل بعدها بانفراد ونضيعه على مرتين ومفيش فايدة. بعدها برضو فرصة اخطر ولسه مفيش فايدة، وبعدها بقى فرصة تالتة كمان وبرضو مفيش فايدة. انا معرفش اللعيبة كانت بتعمل كل حاجة في الكورة حرفيا، بس مفيش حد يخلص لنا الماتش ده. والمحاولات الكتير فضلت كده لحد اخر المباراة، بس ما كانش فيه اي اهداف، وانتهت المباراة 2-1 للكاميرون، وخسارة غير مستحقة تماما لمنتخبنا. بس اهم حاجة ان احنا عارفين نفسنا كويس، والحظ النهاردة مش معانا، بكرة يطوعنا عادي. وندخل على الماتش الثالث مع اصحاب الارض جنوب افريقيا، وهنا فعلا ده كان اصعب ماتش، ولازم نكسب عشان نصعد، عشان الكاميرون اللي لسه كسبانة دي كانت بتنافسنا على الصعود. فاحنا كنا داخلين الماتش وبنقول ربنا يستر. المباراة بدأت ومنتخبنا سخن على الآخر، وفي أول 7 دقايق بنسجل الهدف الأول وبنطمن نفسنا. الهدف سجله أحمد الكاس بعد ما سندها له حازم إمام، وتروح على طول لحازم إمام، يلعب على كاس، جول 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 يا حازم إمام لعبت الكاس وجول جول، يا ولد يا ولد يا ولد. بعد الهدف ده تراجعنا بشكل كبير، بس كنا بندافع بتكتيك منظم، بس كنا بنلعب بفدائية كبيرة. ده احنا من كتر الفدائية دي كنا هنجيب جون في نفسنا. وخطرة وهوبا يطلع على لينياس، بيلعب كرة لفة وهوب ويلعبها وخطرة ويطلع على طول، شوطه جامدة فوزي وهوبا وفي ايد على الارض والعلي مات ويخش على طول تاني وشوطة حلوة فوزي. نايجر ينهي احداث الشوط الاول. خلصنا الشوط الاول 1-0، وفضلنا الشوط الثاني محافظين وبنلعب بعقل ومركزين نخرج من الماتش كسبانين. ويلعبها قصيرة يرد على طول وخطرة وخطرة وماشي حد وماشي حد وماشي حد وشوطة حلوة، يلا يا هادي شوطة جامدة وبره، وده ما يشوطش وشوطة جامدة وبره. فردمان لناس ويلعبها باليد وخطرة وبره الحل بنا وخطرة وخطرة وبره، حبت الكورة وكرة عالية وما يشوطش يا ولد. وبالفعل كسبنا الجيل الذهبي لمنتخب جنوب افريقيا، وصعدنا معاهم كمركز تاني من المجموعة بعد أنجولا ما تعادلت مع الكاميرون وخدمونا. وبنروح لربع النهائي عشان نقابل زامبيا ونكمل رحلتنا في البحث عن اللقب الأفريقي. ومن أولها كده باين على الماتش إنه صعب وهنتعب فيه. ومن الجبهة اليمين اللي كانت سبب خطورتنا طول البطولة، ياسر رضوان يعمل عرضية مثالية ويلعبها الكاس، وكان هيسجل جون أول لكن الحارس يتصدى. كان في معاناة في الهجمات عندنا، والمنتخب الزامبي هو كمان بقى يهاجم ويضغط علينا، والأمور بتتصعب ومش ماشية زي ما احنا عايزين. اسماعيل وهوبا وبيلعب الكرة بالعرض عالية، خش كروش ابو علي ثانية شوطة كيرس ماليطولي وبره وبره احمد الكاس احمد الكاس يلعبها دينيس لوسا بالعرض ويا ولد يا ناس يطلع على طول هاني ويلعبها لموديل ماليطولي وعايز يلعبها باكورد. وفي اواخر الشوط الاول سمير كمونة بيسجل جون عالمي، صاروخ بينفجر في مرمى منتخب زامبيا. كرة لكاس لتاني سمير كمونة، جول يا سمير يا كمونة يا قنبلة سمير يا كمونة صاروخ. ويخلص الشوط الاول على كده. الشوط الثاني زامبيا نازلين شادين حيلهم علينا جامد قوي، واحنا بندافع وبنحاول نقفل على قد ما نقدر، بس الحفاظ على النتيجه ما استمرش كتير، واتعادلوا في الدقيقه 58. غلطات صغيره قوي ممكن تكلفك كتير، وده اللي حصل في الجون الثاني لزامبيا اللي سجلوه بعد 7 دقايق من التعادل. وللاسف بعد الجون ده خرجنا من الماتش تماما، وبعد 10 دقايق بيتسجل الهدف الثالث كمان. وطبعا احنا البنزين بتاعنا خلص ومعرفناش نقدم مستوى كويس زي ما قدمنا في ماتشات المجموعات. مش حد ومعاه كاس مش حد ولا معاه كاس
يلا ستار يلا ستار وسقطها ويلا احمد يلا احمد ويلا بكره بالعرض وفيدو وهوبا ياسر ولعبها بالعرض حلوه وعايز يخطفها ولسه الكوره بقى كانوش ابواليا وماشي احمد وماشي ويلعبها حلوه يلعب ستر صبري ويلعبها زهر دي ويصفر. وبينتهي الماتش وينتهي مشوارنا في البطولة. خروج ما اقدرش اقول عليه غير مستحق، لان زامبيا كانوا افضل فعلا، لكن المنتخب في العموم كان قوي وعامل اداء جماعي هايل، وغير بقى المستويات الفرديه اللي كانت على اعلى مستوى زي حازم امام وعبد الستار صبري. على الاقل الجيل ده كان محتاج يمشي اكتر شويه في البطوله، وكان عندهم امل يعوضوا الاجيال اللي قبلهم، ولكن نصيبهم يخرجوا من ربع النهائي. ده كان مشوار منتخب مصر الصغير في بطوله 96، البطوله المنسيه اللي محدش بيتكلم عليها. قول لي رايك بقى في الكومنتات، واستنى مني بطولات تانية ان شاء الله. يلا سلام، اشوفكم على خير.